فيلمنا بيبدأ في مكان عام وبنشوف توم وهو عامل نفسه أعمى. هو بيعزف على البيانو للناس علشان ياخد منهم فلوس، والناس بتتفاعل معاه فعلا وبتديله فلوس ويكونوا مبسوطين جدا. وبيظهر جيري وبيكون واقف يتفرج على توم وهو بيعزف ويكون عايز فلوس هو كمان، فبيجيله فكرة ان هو يروح يقف جنب توم ويحاول يعمل اي حاجة، يرقص بقى او يغني، اهم حاجة يجيب فلوس ويبقى مستقل بذاته ويشتري البيت اللي نفسه فيه. والناس بتنتبه ليه ومش بيبقوا مركزين مع توم، وبيديله فلوس وبياخدوا الفلوس اللي ادوها لتوم ويدوها له. فبيتضايق توم وبيحاول يضربه، لكن البيانو بيقع وبيتكسر، هو النضارة اللي توم كان لابسها بتقع، هو الناس بتكتشف انه ما كانش اعمى زي ما كان عامل، وتتضايق الناس جدا ويبدأوا هما الاتنين يجروا ورا بعض كالعادة. ويقدر جيري انه يهرب منه، ونشوف توم بيخبط في بطلة الفيلم كايلا اللي بتكون ماشية بعجلة ومعاها شغل، فبتقع هي والشغل اللي معاها وتكون متضايقة جدا ولسه هتزعق لتوم، بس بتيجي عربية وبتخبطه. وبنعرف ان هي عندها اهداف في الحياة، وهي انها تبقى ناجحة ومستقرة في حياتها، وتحاول تدور على شغل كتير، لكن لما بتلاقي مش بتستقر فيه وبيحصل لها مشاكل وبتمشي زي توم وجيري برضو اللي بيكون عندهم أهداف في حياتهم. هو نبدأ بتوم اللي هدفه في الحياة إنه يكون عازف مشهور، هو أما عن جيري فهدفه إنه يلاقي بيت أحلامه ويستقر فيه. المهم نرجع لكايلا، وبنعرف إنها سابت الشغل بسبب المشكلة اللي حصلت لها من شوية لما توم وقعها من على العجلة، وبتحاول تدور على شغل جديد. وبعدها بنشوفها في فندق وهي بتضحك على بنت بتقدم على شغل، هو تعمل نفسها شغالة في الفندق وتقول لها انهم مش محتاجين ناس دلوقتي وتاخد السي في بتاعها، وبتكون الوظيفة هي تنظيم فرح لعريس وعروسة مهمين في الفندق، وتدخل للمدير وبتقدم له السي في على انه بتاعها، ويكون منبهر جدا بيه وبيوافق انها تتعين في الشغل. ونشوف جيري وهو داخل نفس الفندق ده وبيقرر ان ده خلاص المكان اللي هيعيش فيه باقي حياته، وبيحاول توم يدخل وراه لكن مش بيعرف بسبب الامن. وعلى الناحية التانية مدير المناسبات تيرنس اللي بيكون متضايق من كايلا ومش مرتاح لها من اول ما جت، بس بيكون مضطر انه يعرفها كل حاجة في الفندق والموظفين. ونرجع لجيري من تاني واللي بيكون واخد راحته قوي في الفندق وقاعد يتمشى فيه ويكتشفه، وتوم كل ده بيحاول انه يدخل للفندق بس محاولاته بتفشل، وبيوصل للفندق العريس والعروسة بريتا ودوين وكلبهم سبايك وقطتهم تويتس. وفي نفس الوقت جيري بيشوف خاتم الخطوبة بتاع بريتا وبيسرقه، هو بعدها بيروح للمطبخ علشان ياكل ويشوف الجبنة ويكون مبسوط جدا، وبيكون العرسان واقفين مع الموظفين وبيتكلموا، وفجأة كلهم بيسمعوا صوت سويت جاي من المطبخ، ويروح تيرنس وكايلا للمطبخ وبيعرفوهم الطباخين ان في فار موجود في المطبخ، وبيقول تيرنس لكايلا انها لازم تمسكه علشان سمعة المكان والفرح اللي المفروض هيتعمل في الفندق. وتقرر كايلا انها تحط له خطة وتجيب مصيدة للفار وتحط له فيها قطعة جبنة، فبيشوفها جيري وبيروح ياخد الجبنة وبيهرب، وبعدين بيروح أوضة بيقعد يتفرج فيها على التلفزيون. وفي وسط كل ده بيكون توم لسه بيحاول يدخل الفندق علشان ينتقم من جيري، وبعد تعب كبير بيشوف جيري قاعد في الأوضة بيتفرج على التلفزيون وكأنه مصدق انه لقاه، ويبدأوا هما الاتنين يتخانقوا مع بعض من تاني ويكسروا كل حاجة في الأوضة. ونشوف كايلا بتدور على جيري علشان تمسكه وتطرده بره الفندق، وتسمع صوت جاي من الأوضة، ولما بتدخل علشان تشوف في ايه بيهرب جيري طبعا، وتشوف توم وبتفتكر ان هو ده اللي خبطها في الأول، وبتعرف انه بيدور هو كمان على جيري، وبتتفق مع توم ان هو يمسك جيري معاها، بتبقى فاكرة ان هو جامد وكده، ما تعرفش انه بيتضرب كل مرة من جيري، وبتروح علشان تستأذن المدير الأول ان توم يشتغل معاهم، ويكون مستغرب جدا من اللي هي بتقوله هو وتيرنس، بس بيضطر يوافق علشان شغل الفندق. وبيبدأ توم في رحلة البحث عن جيري، هو بعدها بتعرف كايلا مكانه وبتروح له هي وتوم وتخبط على بيته، فبتلاقيه طالع لها بالفوطة، هو لما بيشوفها تقريبا بيتكسف منها وبيدخل يقلع الفوطة وبيطلع لها تاني، وتوم طبعا مفهمها ان هو جامد قوي، هو لكن جيري بيوريها هو ايه، هو بيمسك توم وبيعمل فيه نفس اللي بيعمله كل مرة، هو بيضربه طبعا، وتكون كايلا متفاجئة جدا بسبب اللي بيحصل. هو بعد كده بنشوف بريتا بتتكلم مع كيرا وبتقول لها عن الخاتم اللي اتسرق منها، فبتقول لها ان هي هتدور لها عليه، وتوم بيكون قاعد وبيحاول يعمل خطة علشان يمسك جيري، وبينجح في خطته ويمسكه فعلا، وبيقول لكايلا انه خلاص مسكه، ويروحوا يحتفلوا بالانجاز العظيم ده. ونشوفه بيعزف على البيانو، لكن جيري بيعرف يهرب وبيروح له، ويبدأوا من تاني يتخانقوا مع بعض.
ونشوف كايلا وهي رايحة تسأل بنت شغالة معاها عن الخاتم، وبيسمعهم جيري ويقرر يتفق مع كايلا ان هو يديلها الخاتم مقابل انها تسيبه يقعد في الفندق. وقبل ما تتفق معاه تيرنس بيشوف توم، وبيحصل خناقة كبيرة جدا في الفندق ما بينه هو وتوم وجيري والكلب. وبسبب الخناقة دي سطح الفندق كله بيتكسر، هو يترفد المدير تيرنس من الشغل ويتعين مكانه كايلا. وبعدها كايلا بتلاقي خاتم العروسة في جيبها اللي كان جيري مستخبي فيه، وبكده ثقة المدير بتزيد في كايلا، وعلشان تزودها اكتر لازم تمشي الفرح بشكل كويس جدا. بس تفتكروا ده هيحصل ازاي وتوم وجيري موجودين في الفندق؟ هقول لكم انا، هي فكرت ان تتفق مع توم وجيري ان هما ما يتخانقوش مع بعض اليوم واحد بس، وان هي حجزت لهم في المقابل سفرية مع بعض لنيويورك، وقالت لهم ان لو ما تخانقوش مع بعض في الرحلة دي هتكون مكافئتهم هما الاتنين يقعدوا في الفندق على طول، وتكون الرحلة ماشية كويس جدا لغاية ما بيتقبض عليهم علشان توم بوظ ماتش البيسبول لما مسك اخر كورة بايده. ووقتها بيشوفهم تيرنس في التلفزيون ويقرر يروح لهم ويتفق معهم ان هما يرجعوا الفندق ويبوظوا الفرح علشان المدير يرفض كايلا ويرجعه هو للشغل من تاني، وفي المقابل ان هو يخرجهم من السجن طبعا. وبيضطروا يوافقوا ويوصلوا الفندق في نفس يوم الفرح، وتكون كايلا منظمة الفرح حلو جدا، والمدير بيكون مبسوط منها قوي، والفرح بيكون فيه افيال للاحتفال. واول ما الافيال بتشوف الفار بتخاف ويبدأوا يجروا وكل حاجة بتبوظ في الفرح، والعروسة بتسيب العريس وكايلا بتقرر تسيب الشغل، ونشوفها بتعترف للمدير بكل حاجة وتقوله ان هي سرقت السي في بتاع البنت وتعتذر وبتمشي. ولما تيرنس بيرجع لشغله بيرمي توم في الشارع، وبعدها بيجيله جيري وبيعزموا على قهوة ويتصالحوا وحياتهم بتبقى حلوة قوي. ووقتها بيحسوا بالذنب وبيقرروا يرجعوا كايلا للشغل هو العريس والعروسة لبعض، ويروحوا لكايلا وبيقولوا لها وبتكون متحمسة جدا، وتيرنس بيحس بالذنب هو كمان ويقرر يساعدهم. وتشوف العروسة وهي خارجة من الفندق وتبقى عايزة تلحقها، وبيعملوا خطة ان توم وجيري يخطفوا القطة بتاعة العروسة علشان تجري وراهم بالعربية وتروح للفندق تاني. وعلى الناحية التانية كايلا وتيرنس بيكونوا بينظموا الفرح، بس المرة دي بيكون في الجنينة زي ما العروسة كانت عايزاه. وفعلا بتوصل بريتا الفندق وتلاقي اللوكيشن بتاع الفرح زي ما كانت عايزاه في الاول، وتعتذر لها كايلا وبتدي لها الورد، وبيعتذر لها دوين كمان وبيرجع لها خاتم الخطوبة بتاعتها، وكل حاجة بتمشي كويسة فعلا. ونشوف كايلا جابت البنت اللي اخدت السي في بتاعها في اول الفيلم وبتعرف المدير عليها علشان يعينها في الفندق، فبيقول لها المدير ان السي في مجرد ورقة وانه لازم يدي لكل حد فرصته علشان يعرف امكانياته في الشغل. ونشوفه بيعينهم هما الاتنين، وفي الوقت ده بيكون توم وجيري هيتخانقوا من تاني، لكن الناس كلها بتبص لهم فبيقفلوا الستارة ويتخانقوا مع بعض براحتهم، وبيخلص فيلمنا هنا.